إشبيلية جنوب إسبانيا. أشغال الدورة 29 للجنة الدولية للمحافظة على التونة الحمراء. يقود الوفد الجزائري جهودا دبلوماسية ومفاوضات حثيثة على مدار أسبوع كامل تعيد حقا تاريخيا في صيد التونة الحمراء وتمهد لمرحلة جديدة. الوفد الجزائري الحمد لله تمكن من استرجاع النسبة المئوية للجزائر وأكثر من النسبة التاريخية، حيث يعني النسبة الحالية تفوت 5.10%. تمتلك الجزائر أسطولا متخصصا، سفن عالية القدرة تستوفي المعايير التقنية المطلوبة بصناعة محلية وبكفاءات جزائرية. تغادر سفينة صيد التونة الميناء باتجاه عرض البحر المتوسط قبالة مالطا. تعبر التونة الحمراء في مسارات موسمية ثابتة. يرمى الطعم لاستدراج التونة. يظهر السرب بسرعة قد تتجاوز 70 كيلومترا في الساعة. في هذه اللحظة تبدأ العملية الأساسية. شبكة دائرية عملاقة ترمى في الماء، تغلق بهدوء ثم تشد من الأسفل. كاميرا التلفزيون الجزائري تنزل إلى العمق. هذه مشاهد نادرة لسرب التونة ذات الزعانف الحمراء. غواصون محترفون يقودون مرحلة التحويل الحي. بإشارات دقيقة يوجه السرب من الشبكة إلى القفص العائم، فالحياة هنا جزء من القيمة. يتحرك القفص كجزيرة عائمة بسرعة بطيئة لا تتجاوز عقدة بحرية واحدة. الوجهة إلى الجزائر، إلى سواحل سيدي يوشع بتلمسان. هنا معركة أخرى تدار بالخبرة أيضا، حيث تولد أول مزرعة نموذجية لتسمين التونة الحمراء. هناك مزرعتين في تلمسان وفي ناحية الطارف. السعة نتاع القفص من حجم 50 متر، في القطر نتاعو يمكن حتى 250 طن. وإما مرحلة التسمين يعني تكون لما تكون السمكة أكبر من 200، يعني لو تأخذ مدة شهر نستطيعوا فيه كميات أننا نقوموا ببيعها، وهو أقصى حد يعني 4 حتى 5 أشهر مدة تسمين الطونة. اليوم يعني رفعنا الحصة تاعنا من 2023 طن إلى 2460 طن، يعني زيادة تقريبا ب 437 طن اللي تم يعني استرجاعها. هذا فيما يخص يعني المكانة تاع الجزائر. معدل الأسعار في الأسواق العالمية يتراوح ما بين 12,000 إلى 15,000 يعني دولار للطن، هذه تونة الحية. أما عندما تقوم بعملية تسمينها وحتى تسويقها في غير موسمها، يعني تكون عندك يعني مخزون يعني للتونة الحية، يعني هذا السعر راح يرتفع أكثر، يعني ممكن يلحق حتى يعني قلت لك يعني 7 مرات إلى 10 مرات في السعر. هذا ليس صيدا عاديا، بل إدارة ذكية بعقل استراتيجي لثروة حساسة. القصة أبعد من ذلك بكثير. إنها رؤية تتجسد بالقرار، تمنح الجزائر نفوذا متقدما في البحر المتوسط.